وانت في شغلك في الصيانه كل المهارات اللي فاتت اللي احنا اتكلمنا عنها كانت بتتكلم عن كل مكون او كل حاجه لوحدها، ولكن في الشغل في الحقيقه الحاجات دي كلها ممزوجه مع بعض. نرجع مره تانية نتكلم عن اول مهاره اساسيه اتكلمنا عنها، الاداره. اداره عمليات الصيانه هتوريك وتوضح لك ايه هي الحاجات اللي انت محتاج تشتغل عليها بشكل متقدم. فمثلا عشان تاخد استراتيجيات صيانه متقدمه اكتر زي الصيانه التنبؤيه والصيانه الاستباقيه، فانت هتلاقي ان انت محتاج تمزج كم كبير من المعارف سوا. المعارف دي لما تمزجها هتطلع بنوع مختلف من المعرفه. منها مثلا ديزاين فور مينتننس، اللي هو ممكن تعتبرها احيانا ريفرس انجينيرنج، او ان انت تبقى انت عندك القدره ان انت تعمل تعديل في الماشينز بتاعتك. الادوات اللي انت هتستعملها عشان تعمل فايبريشن اناليسيز واويل اناليسيز وخلافه، كل دي حاجات نقدر نعتبرها من المهارات والمعارف المتقدمه. ان انت يبقى في دماغك كميه ومقدار كبير من الحلول اللي تقدر تسندك في شغلك في الصيانه، تبقى انت عندك مكتبه من الحلول. كل الجزء ده هنسميه المعارف المتقدمه. خلي بالك من التقسيمه بتاعتنا مهارات اساسيه ومهارات متخصصه ومهارات متقدمه، هي مش ليفلات، مش ليفل 1 و 2 3، لا، هي مهارات اساسيه يعني مفروضه عليك في كل الشغل. مهارات متخصصه هتفرق معاك حسب المجال، مش معناها انها مهاره مش هتشتغل بيها من اول يوم في شغلك، انت حسب شغلك عايز منك ايه. امال ايه المستويات بتاعتنا ليفل 1 و2 و3؟ لا، دي لسه انا هكلمك عنها الفيديو الجاي.